الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة كان شرفنا الشيف أم فارس مدام دعاء، وكانت عندنا في اسكندرية النهاردة، وهي النهاردة هتشير لكم أكل اسكندراني، أكل شعبي. طبعا هي الأكل كله عبارة عن أسماك، وهي هتشرح لكم او ممكن انا اشرح لكم. طبعا احنا نتمنى لها التوفيق والنجاح، وان يرزقها الله الخير ويوسع رزقها، ويجعل الخير دايما كده عندها ان شاء الله، ويا رب اكلها يعجبكم. اتمنى من كل حبايبي وكل اللي يعرفوني ان هم يشاركوها في القناه بتاعتها، وكلنا عايزين دعم ليها وندوس لايكات ليها ان شاء الله. ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا دلوقتي في اسكندرية ومعزومين على اكل السمك عند قرايبنا، وان شاء الله هنجهز بقى الاكلة معاكم وبعد كده نوريكم ايه في الاخر. انا كده هسيب لكم الحاج محمد يشرح لكم الباقي. الجمبري عشان يتعمل في كيس رملة لازم يتشال، زي ما المدام كده بتشيله، ده لازم يتشال علشان ده في الاكل بيبقى فيه قرقشة او تراب او كده. ودي من اهم الحاجات اللي لازم تتعمل للجمبري. وكده حبايبي بنكمل بقى معاكم وبنطلع كيس الرمل من الجمبري. اهم حاجة كيس الرمل ده يا حبايبي لازم يطلع علشان ما يبوظش الاكله. طبعا انتوا عارفين ان اسكندرية مشهورة بالاسماك، وطبعا في ناس كتير من عشاق السمك والجمبري والاستاكوزا والسمك البلطي. يا ريت يا حبايبي كده تكون طريقتنا عجبتكم، وما تنسوناش في اللايك. وطبعا عشان الحاج بقى مشارك معايا في الفيديو ده، الحاج محمد مشارك معانا في الفيديو ده، فانا عايزة الفيديو ده يوصل لاكتر عدد من اللايكات عشان هو منورنا في الفيديو. ربنا يا رب يديله الصحة والعافية ويبارك فيه يا رب. كده حبايبي انا بنضف السمك اهو، السمك البلطي كده حبايبي، بفتح البطن بتاعته وتتحط في مصفى عشان تصفي ميتها، وبعد كده تتبل. والبسارية دي اكل الفقراء هنا في اسكندرية، يعني اكل البيوت الشعبية. ودي حاجة مفيدة جدا للعظم، ومفيدة لصحتنا وصحة الإنسان يعني. فاحنا من يعني نلاقيها في الأسواق، المفروض الناس دي تجيبها جنب أي أكلة سمك، لازم تبقى موجودة لأنها حاجة مفيدة مش حاجة مضرة. كده حبايبي التتبيلة بتاعت البسارية، شطة وملح وكمون وفلفل وليمون. دي التتبيلة بتاعت البسارية. بعد كده هنسيبها بقى، بنقلبها كده في التتبيلة ونسيبها. دلوقتي بكمل تنظيف السمك معاكم. اذكروا الله يا حبايبي. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بصوا القطتين دول يا حبايبي، ما شاء الله القطط دي جميلة جدا. عايزة اكلهم سمك. بصوا ما شاء الله جمال. في نوت وفي ديكورة.
الكابوريا النوتي طبعا كلها بتبقى مبطرخه، فدي برضو معلومه عشان الناس تبقى عارفاها. كده حبايبي في في كرة وفي نص كده حبايبي. احنا خرطنا بصلايه اهوت وحطينا حبة زيت، وهنا برضو للجمبري برضو بصلايه وحبة زيت، حطينا حبة ملح. بعد ما دبلنا بس البصلايه كده تدبل بس ما تحمرش. وبرضو دي البصلايه بتاعت الجمبري. حطينا كمون وحطينا شطة وكده قلبناه في بعضه. بعد كده نحط الجمبري كده حبايبي، بنقلبهم في بعض كده. حطينا الكابوريا وحطينا هنا برضو على البصل الجمبري، وبنقلبه كده لحد ما لونه كده يتغير. دي الكابوريا يا حبايبي بنقلبها كده. وكده بنحط قرن فلفل على الجمبري، قرن فلفل اخضر، وهنحط برضو على الكابوريا. بص حبايبي شوربته بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي. هو كده حبايبي ما بياخدش يعني ما بياخدش وقت على النار، 10 دقايق بالظبط وتدفع عليه. كده حبايبي زودنا حبة مية كده بقى. بغسل السمك اهو يا حبايبي وبعصر عليه ليمون، احط عليه ليمون وملح وبغسله كويس تحت الحنفية، انقعه بالليمون. بعد كده احط ملح. طبعا هننقعه شوية يا حبايبي علشان الزفارة. كده حبايبي الكابوريا اهيت، بصوا لونها بيتغير ازاي. برضو بتاخد 10 دقايق على النار وبعد كده بنطفي عليها. طفينا عليها هي والكابوريا، الكابوريا والجمبري طفينا عليهم بقى كده. نصلي بقى على النبي يا حبايبي كده ونذكر الله. كده سفرتنا جاهزة اهي يا حبايبي، اتفضلوا معانا. ويا ريت طريقتنا تكون عجبتكم. وتحية لأهل اسكندرية كلهم. ما شاء الله اسكندرية مشهورة بالجمبري والكابوريا والحاجات دي. وبصراحة يعني الجماعة قاموا معانا بأحلى واجب، ربنا يخليهم. والسلام عليكم ورحمة الله.